أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Overthink. معاكم مهند. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الحزن. أول ما بدأت أفكر في توبيك الحلقة جه في دماغي 3 أسئلة. ال3 أسئلة دول هما الأوتلاين اللي أنا مشيت عليه وأنا بكتب الحلقة دي. أول سؤال فكرت فيه هو هل الحزن ده فعلا شيء سيء؟ تاني حاجة هي هل لازم نتخلص منه أول ما نحس بيه ولا عادي؟ تالت حاجة هو إزاي الحزن ده ممكن يتحول لحاجة حلوة وإزاي ممكن يبقى حاجة وحشة. كلنا بنحزن باختلاف أسبابنا. أوقات كتير أسبابنا ممكن ما تكونش valid علشان طبيعتنا كبني آدمين ساعات بنأوفر رياكت، بنبقى بايست أو ممكن توصل لنا صورة ونفهمها غلط مثلا. بس المهم خليك عارف إن كون أسبابك مش valid ده ما يسلبش منك الحق أبدا إنك تحزن. الحزن ده شعور بيدل على إنسانيتك عادي. لو بتحزن فألف مبروك، أنت لسه بني آدم. ممكن تصحى في يوم الصبح زعلان أو حزين بدون أي مقدمات، وده طبيعي جدا. بالعكس ده شيء صحي إنك تحزن وتدي فرصة لنفسك إنك تحس الإحساس ده. من هنا هنروح لحتة إزاي إحنا بنتعامل معاه. اللي لاحظته إن في ناس كتير بتتعامل مع الحزن لوكي كده على إنه تابو، حاجة لازم نخلص منها في أسرع وقت وما ينفعش تحس بيه، أو على إنه مؤشر على حال سيء مثلا. بس لأ، هي الحقيقة مش كده خالص. في مقالة تبع Greater Good Science Center التابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي كاتبين بالنص إن الشعور بالحزن من وقت لآخر بيخدم في مساعدة جنسنا البشري على البقاء. بس للأسف المجتمع والسوشيال ميديا وكتب السيلف هيلبينج كلهم بيروجوا لفكرة السعادة أو التفكير الإيجابي بشكل مبالغ فيه، وبقى بيسبب ضغط على الكل حرفيا، اللي مبسوط واللي مش مبسوط. وكل ده وهم احنا اللي عملناه، فمش لازم يا جماعة نبقى مبسوطين طول الوقت. لو عرفت تعمل كده بجد وحياتك فعلا سعيدة طول الوقت ده يبقى شيء جميل. بس لو حياتك مش كده طول الوقت فبرضه عادي. فمن تجربتي من وقت ما بدأت أركز مع الموضوع أو أفكر في الحزن كإحساس طبيعي زي أي حاجة بحس بيها، وتقبله بقى أسهل بكتير. وتقبله ده ساعدني في أوقات إني أبقى أحسن أو أعدي فترات كتير في حياتي يمكن أعتبرها صعبة إلى حد ما، واللي أنا متأكد إنها كانت ممكن تطول معايا لو أنا متقبلتش الحزن كإحساس طبيعي في الوقت ده. بس مش معنى كده إننا نبقى حاسين بالحزن طول الوقت أو حتى معظمه. ساعتها ده ممكن يكون مؤشر لحاجات سيئة فعلا. برضو لو مش بتعرفوا تسيطروا على مشاعركم في وقت الحزن، لأن في ناس ممكن تحس إنها بتستك جوه لوب الحزن دي، فساعتها ممكن ندور على أي وسيلة مساعدة، لأن في الوقت ده مشاعرنا بتخرج من الإطار الطبيعي وبتحتاج تدخل مختصين فعلا. وفي آخر الحلقة أتمنى إن كل واحد يدي فرصة إنه يركز بس كده مع نفسه ومع مشاعره، إزاي هو بيستقبلها سواء حزن أو فرح، علشان على الأقل خالص ما نوهمش نفسنا بحاجة أو مشكلة مش موجودة. وحتى لو في مشكلة فيبقى في فرصة إنها تتلحق.